السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينيه فراخ بالخضار حلوه جدا وخفيفه وطعمها ما اقولكوش تحفه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معانا فراخ متقطعه على 4 قطع، طبعا مغسوله كويس قوي بالملح والدقيق والليمون. ومعانا خضار كوسه وجزر وبطاطس وبسله وفلفل الوان. ومعانا بصلتين كبار مقطعين قطع كبيره كده او طرنشات. ومعانا طماطمتين مقطعين قطع صغيره. ومعلقتين صلصه. ومعانا البهارات بقى ملح وفلفل ومكعب مرقه وتلات اربع فصوص توم مقطعين حلقات. وبهارات السبعه وشويه كزبره وكمون وبابريكا. طبعا اي بهارات تحبي تحطيها حطيها. هنحط بقى كل دول على بعض. وهندعك بقى البصل مع الطماطم مع الصلصة مع البهارات. وندعكهم كويس قوي، ننزل بقى العصارة بتاعت البصل. بعد كده هناخد نص الكمية دي هنحطها على الخضار، والنص التاني نحط عليها الفراخ عامله لها فتحات كده بالسكينة علشان ادخل التتبيلة جواها. نحط الخضار كده مع التتبيلة في الصينية بتاعتنا او الطاجن بايركس او اي حاجة. ونقلبه كده مع بعض، نقلب كل الخضار مع التتبيلة كلها كويس. بعد كده هنحط بقى قطع الفراخ فوق الخضار، طبعا احنا متبلينها كويس قوي. هنرص كده الفراخ فوق الخضار، وهنحط بقية التتبيلة برضو فوقيه، يعني التتبيلة دي مش هنسيبها، هنحطها فوق الفراخ. هنجيب نص كوباية مية كده مكان الصلصة وهنحطها. ما نكترش ميه لان الفراخ هتنزل الدهن والميه اللي فيها، والخضار برضه هينزل الميه بتاعته، فهنحط نص كوبايه ميه بس. وهنحط بقى معلقه كبيره سمنه بلدي، اي سمنه عندك حطيها. وهنجيب ورق الزبده بس نبلها علشان خاطر ما تلزقش في الفراخ وتطلع الجلده معاها. وبعد كده هنحط ورقه ألمونيا وهنحطها على النار من فوق. طبعا احنا مشغلين الفرن عشان يسخن. دي بقى عن الصينيه هناخدها هنحطها على نار البوتاجاز من فوق لغايه ما تغلي. بعد ما تغلي هندخلها الفرن وهنشوفها بعد كده. ودي شكلها وهي في الفرن، شايفين؟ استوت. اول ما حطيت السكينه فيها كده لقيت الخضار والفراخ استوت. هطلعها بقى وهشيل الورقه من عليها، واخد بقى بالفرشه كده الصوص بتاعها وادهن بيها الفراخ. وبعد كده ادخلها بقى الفرن عشان الفراخ تاخد تتحمر وتاخد اللون الذهبي. هتاخد في الفرن معانا لو الفراخ صغيره هتقعد ساعه، لو الفراخ كبيره هتقعد ساعه ونص. الصينيه بتاعتنا بقى الفراخ بالخضار طلعت معانا، شايفين شكلها حلو قوي، وريحتها بقى وطعمها جميل قوي. كله ني في ني، الخضار واخد من طعم الفراخ تحفه، طعمه حلو جدا. يتعمل بقى جنبيه شويه رز ابيض كده او رز بالشعريه، يا سلام، تبقى وجبه متكامله. جربوها هتعجبكم جدا. وما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.